في إطار برنامجها اليومي المتعلق أساساً بالتركيز على اليقظة والمتابعة اليومية لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر في المخدرات والمؤثرات العقلية سواء بعاصمة الولاية سوق أهراس أو بمختلف بلديات الولاية وكذا بالتجمعات السكانية، تضرب فرقة البحث والتدخل بيري سوق أهراس التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية سوق أهراس موعداً جديداً مع تجار السموم والتصدي لهم في المناطق الحضرية وكذا على الشريط الحدودي. فرقة البيري سوق أهراس وفي عملية كللت بالنجاح أسفرت عن توقيف 4 أشخاص على متن سيارة ألمانية من الطراز الرفيع، وذلك على مستوى التجمع السكاني وادي الزرزور التابعة إداريا لبلدية الخضارة ولاية سوق أهراس. حيث تم حجز 4800 قرص من نوع ليكزوميل تم تهريبها من دولة مجاورة كانت موجهة للتسويق بإقليم ولاية سوق أهراس. الموقوفون بقيادة بارون المؤثرات العقلية الساكن ببلدية الحدادة تم الإطاحة بهم من قبل فرقة البيري كانوا يستغلون إقامتهم بالقرب من الشريط الحدودي من أجل تمرير السموم لشباب الولاية. بهذا تم تقديمهم لنيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس عن جرم تكوين جمعية أشرار بغرض حيازة مؤثرات عقلية من أجل النقل، التوزيع، التخزين والبيع الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب أحكام المادة 17 من القانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل والمتمم بموجب أحكام القانون 23/05، وكذا جنحة التهريب على درجة عالية من الخطورة تهدد الأمن الوطني باستعمال مركبة ذات محرك.